وصفتنا اليوم السفوف اللبناني من أنواع الكيك بس من دون بيض، والناس النباتيين بيقدروا يستثنوا الحليب البودرة من الوصفة. طيبة كتير. اللي حابب يشوف كيف حضرتها يتابعني بالفيديو لنشوف التفاصيل. لنحضر السفوف في عندي كوبين طحين منخول، كوب وربع سكر، نص كوب حليب بودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة كركم. بخلط النواشف مع بعضها، بضيف نص كوب زيت نباتي، كوب مي فاتر، بخلطهم ليمتزجوا كتير منيح. هيدا قوام العجينة بيكون عندي صينية بيركس دهنتها بالطحينة، بدي صب فيها الخليط نوعا ما بيكون جامد، هادي كثافته. بعد ما سكبت الخليط بالصينية بزيحها تزيح شكلي. التزييح الشكلي ليخليني حدد وين بدي احط حبات اللوز. بعد ما زيحت تزيح شكلي وحطيت اللوز بنطرها ترتاح بالصينية حوالي الربع ساعة. بهالوقت بكون حميت الفرن. بحمي الفرن على درجة حرارة 180، بحط الرف بالوسط وبدخل على الفرن. بتاخد بين 30 و 35 دقيقة. آخر 5 دقايق بشغل الشواية لحتى أعطيها شقار من فوق. هلأ كيف بعرف أنا إنها استويت؟ بس تبلش الأطراف تحمر بطفي من الأسفل بشغل الشواية. طلعت صينية السفوف من الفرن، قعدت 35 دقيقة هي وسخنة مباشرة. بكون محضرة معلقتين قطر، بلش بدهن الوجه. هادي بتخلي تعطي لمعة كتير حلوة للسفوف بعد ما تبرد. هالخطوة كتير مهمة، بتعطي لمعة كتير حلوة وأكيد بتعطيها كمان حلاوة زيادة ونكهة طيبة. صينية السفوف بعد ما بردت ما شاء الله، شايفين لونها، شايفين هاللمعة. هيدي اللمعة بفضل القطر اللي حطيناه. بتتقطع معنا بكل سهولة. لاحظوا أنا قمت من هون قطعتين، شوفوا ما بتلزق أبدا. هلأ حأرجيكم الأسفل كيف بيكون. هيدا وجه طعمتها رهيبة. نحن قطعناها تقطيع شكلي، من هون قطعنا. بسم الله. نرجع هلأ منقطعها التقطيع الشكلي قلتلكم لحتى نقدر نحط حبات اللوز. شوفوا ما شاء الله بكل سهولة بتطلع معنا ما شاء الله. شايفين ما لزقت ابدا بالصينيه، وصينيتنا نحن بيركس بفضل الطحينه ابدا ما بتلزق. ارجيكم هيدا الاسفل، شوفوا هاللون، هيدا اللون رائع. هيدا كتير ضروري انه الصفوف توصل لهاللون. ما شاء الله شايفين هيدا اسفلها، هيدا لون الاصفر بفضل الكركم، وهيدا وجهها. بنصحكم تجربوها بهالطريقه لان فعلا كتير كتير طيبه. في اطيب من هيك وصفه. بتمنى تدعموني بلايك وشير، واللي بعد ما اشترك ينضم لعائلتنا وتفقسوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار بكل جديد. بشوفكم بوصفات جديدة من أكلات أم محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.